تحبوا اللانشون؟ طب تعرفوا ان اللانشون من اكتر الحاجات اللي ممكن تضر بصحتك وبشكل خطير؟ اكيد شفتوا الاكيلانس اللي منزل لسه فيديو بتحليل لمكونات اللانشون، وايه مكونات اللانشون، وايه انواع اللانشون اللي موجوده عندنا في مصر، وايه الانواع اللي مكوناتها فيها نسبه دهون طاغيه على نسبه البروتين، وكمان نسبه البكتيريا الضاره موجوده فيها بمعدلات عاليه. اللانشون مش مجرد لحمه متبله، ده عباره عن لحوم مصنعه متضاف ليها مواد حافظه زي النترات والنتريت، والمواد دي في الجسم ممكن تتحول لمركبات مسرطنه. انتوا عارفين ان منظمه الصحه العالميه صنفت اللحوم المصنعه واللانشون معاهم كمسبب للسرطان من الدرجه الاولى، يعني زي السجاير بالظبط في قوه الدليل العلمي. مش بس كده، اللانشون كمان في نسبه ملح عاليه جدا ودهون مشبعه، وده بيرفع ضغط الدم وبيزود خطر الإصابة بأمراض القلب. الدراسات بتقول إن كل 50 جرام زيادة من اللانشون أو إنك تاكله يوميا أو اللحوم المصنعة يوميا ممكن يزود خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%. فكر كويس قبل ما تاكل شريحة لانشون واحدة، صحتك أهم، وخصوصا في المدارس والأطفال ما ندهمش لانشون كتير. قول لي في الكومنتات، بتحبوا اللانشون ولا عمركم فكرتوا تطلبوه بعد المعلومة دي؟